الجزائر اليوم كتحاول تجرب آخر الأوراق اللي بقات عندها بعد ما بدات مجموعة من الدول كتبدل في المواقف ديولها بشكل واضح، وخصوصا كنهضروا هنا على ملف الصحراء المغربية. فاللي وقع في مالي خلى بزاف ديال الأسئلة كتطرح: واش صدفة أن هذا التوتر ارتفع مباشرة من بعد ما تبدل الموقف، أو لا كاين شي رسائل سياسية كتتبعت بطريقة غير مباشرة؟ وفي نفس الوقت مجلس الأمن رجع كيناقش الملف وتسريبات جديدة بدات كتخرج من الكواليس. الحلقة ديال اليوم غادي تفتح ملفات جد حساسة، وغادي تحاول نربطوا الأحداث ببعضها باش نفهموا الصورة كاملة. متابعينا، مرحبا بكم في حلقة جديدة اللي غادي نحاولوا فيها نفككوا مجموعة من التطورات السياسية اللي كتوقع في المنطقة، خصوصا بعد التحركات الأخيرة المرتبطة بمالي والرسائل اللي بدات كتبان من خلال الأحداث الأمنية والسياسية. الملف فراه ما بقاش غير نزاع تقليدي، بل راه ولا جزء من صراع النفوذ وتحالفات إقليمية. والمغرب اليوم كيبان أنه داخل في واحد المرحلة ديال تثبيت المكاسب، بينما أطراف أخرى كتبان أنها كتعيش ضغط كبير ومحاولة لإعادة ترتيب الأوراق. فاللي كيتابع المشهد الإقليمي غادي يلاحظ بأن التغييرات الأخيرة ماشي عشوائية بتاتا، وأن المنطقة كلها داخلة في مرحلة إعادة تموقع سياسي. المغرب خلال السنوات الأخيرة خدم على استراتيجية طويلة النفس مبنية على بناء الشراكات وتقوية العلاقات وربط ملف الصحراء بمصالح اقتصادية وأمنية مع دول مختلفة. في المقابل الجزائر فراه بقاو تابعين الجنرالات بهذوك الخطابات القديمة ونفس الأدوات السياسية اللي كانت كتخدم بها لسنوات. الفرق اليوم هو أن هذه التوازنات فراه تبدلات، والعالم ما بقاش كيشوف الملفات بنفس الطريقة القديمة. الأحداث اللي عرفتها مالي كتفتح باب كبير للتساؤلات. مباشرة بعد ما ظهر تحول في الموقف السياسي ديالها ارتفع منسوب التوتر الأمني، وهذا الشيء كيخلينا نطرحوا السؤال اللي مهم: واش فعلا بعض الدول كتستعمل الفوضى كورقة ضغط باش تمنع أي تحول سياسي ضد المصالح ديالها؟ فالمنطقة ديال الساحل أصلا فراه هي هشة أمنيا، وأي تحرك فيها كيقدر يقلب المعادلة بسرعة. لكن اللي واضح هو أن المغرب كيتعامل مع الملف بمنطق مختلف، ولا المغرب كيقدم نفسه كشريك للاستقرار. وهاد الصورة اليوم فراه بدات كترسخ عند بزاف ديال الدول. المغرب ما بقاش غير كيهضر على القضية الوطنية من زاوية سياسية فقط، ولكن راه ربطها بالاستثمار وبالأمن وبالبنية التحتية، والأهم هو الربط الاقتصادي الإفريقي. فهاد النقطة بالضبط هي اللي خلات بزاف ديال الدول تعاود تراجع الأوراق ديالها وتفكر مزيان. أما دولة الجنرالات فكتبان اليوم وكأنها داخلة في واحد المرحلة صعيبة عليها بزاف، لأنها راهنات لسنوات على بقاء الوضع كيف ما هو، لكن كل شيء تقلب في وجهها. الدول اليوم كتقلب على المصالح المباشرة، على الشراكات اللي تعطيهم نتائج مفيدة، ماشي على الصراعات المفتوحة والخاوية. مجلس الأمن كذلك رجع كيناقش الملف، وهذا الشيء فراه واحد الخطوة مهمة بزاف، لأن مجرد استمرار الملف فوق الطاولة الدولية كيأكد أن المرحلة ما زالت مفتوحة على تغييرات جديدة. والتسريبات اللي خرجت كتقول بأن النقاش كان على الحل السياسي والواقعي اللي اقترحه المغرب من طبيعة الحال. وهنا فين كنلقاو النقطة الأساسية، اللي هي أن المغرب اليوم كيقدم نفسه كطرف عنده رؤية واضحة، وأن الحكم الذاتي ما بقاش مجرد مقترح داخلي، بل راه ولا مطروح كحل عملي قابل للتطبيق. بمعنى آخر أن الملف راه محطوط فوق الطبلة وكيتدرس حاليا. في المقابل الجزائر بين أنها مازال ما عندهاش تصور واضح للمستقبل، وهنا كيبين الفرق بين مشروع عنده تصور سياسي ومشروع باقي واحد غير في الخطابات ديال الماضي. المثير كذلك هو أن بعض الدول اللي كانت مترددة تاخذ القرار فراه بدا كيبان عليها علامات ديال التغيير. وهذا الشيء فراه طبيعي، لأن السياسة الدولية فراه ما كتوقفش، والمصالح هي اللي كتحدد الاتجاهات.
الجزائر اليوم كتعيش ضغط داخلي وخارجي. داخليا بسبب الأسئلة الاقتصادية والاجتماعية، وخارجيا بسبب التحولات الجيوسياسية. فبالتالي أي تغير في مواقف الدول المجاورة فرا غادي يخلق نوع من التوتر. فمن جهة أخرى المغرب كيبني صورة جد مختلفة، صورة دولة مستقرة عندها علاقات متوازنة وعندها واحد المشروع اقتصادي واضح. وهذا الشيء فراه كيخلي بزاف ديال الشركاء الدوليين يشوفوا الرباط كشريك اللي هو طويل الأمد. الملف ماشي فقط قضية حدود أو نزاع سياسي. الملف اليوم فراه ولا مرتبط بالطاقة وبالموانئ وبالموقع الجغرافي وكذلك بالربط الإفريقي. فالمغرب اليوم فهم هاد المعادلة بكري وبدا كيخدم عليها وكيطبقها على أرض الواقع. في المقابل الجزائر كتظهر أحيانا وكأنها كتواجه الواقع جديد بنفس الأدوات القديمة. وهنا فين كيكون المشكل، لأن العالم فراه تبدل وحتى طرق التأثير حتى هي ما غاديش تبقى كيف ما كانت، ومن البديهي أنها تبدل حتى هي. فإلا لاحظنا وشفنا الخطاب السياسي الحالي غادي نلاحظوا بأن المغرب كيركز على لغة الحوار، بينما الطرف الآخر كيبان أنه أكثر توترا. وهذا الشيء كيبين كيفاش كيأثر حتى على الصورة الخارجية. ففي أي نزاع فراه كتكون الصورة مهمة، كيفاش العالم كيشوفك، واش كشريك للحلول أو كطرف كيخلق الأزمات. وهنا بالضبط فين نجح المغرب، لأنه بنى خطاب متوازن. أما الجانب اللي كيبان مثير للسخرية بشكل غير مباشر فهو أن بعض الجهات ما زالت تتصرف وكأن الزمان متوقف. نفس الشعارات، نفس الاتهامات، ونفس الرهان على سيناريوهات فقدت التأثير ديالها. فالواقع اليوم كيقول بأن الملف كيتجه نحو مرحلة حاسمة، ومع الوقت كل طرف غادي يكون مضطر باش يراجع الحسابات ديالو. الدول الإفريقية هنا بدأت كتشوف بأن الاستقرار الاقتصادي أهم من الصراعات المفتوحة، وهذا التعامل بالضبط كيخدم المغرب وبشكل أكبر. فحتى على مستوى التحالفات الدولية فراه المغرب كيبان أنه عرف كيفاش يوازن بين العلاقات مع أوروبا، مع أمريكا، ومع إفريقيا. هاد الشيء اللي خلى هاد التوازنات يكونوا واحد القوة ناعمة، ماشي فقط سياسية ولكن حتى اقتصادية ودبلوماسية. السؤال اللي كيبقى مطروح، واش الجزائر غادي تراجع استراتيجيتها أو لا غادي تبقى متمسكة بنفس النهج؟ حيت هاد المرحلة الحالية فرا ما كتسمحش بالجمود أبدا. المنطقة كلها كتتغير والتحالفات كتبدل بواحد السرعة خيالية. ففي الخلاصة الأصدقاء، اللي واقع اليوم فراه ماشي مجرد أحداث منفصلة ولكن جزء من مشهد إقليمي كبير كيتغير قدام أعين الجميع. المغرب كيبان أنه اختار طريق طويل مبني على التحالفات والاستقرار، بينما الجزائر ما زالت كتقلب على كيفاش تحافظ على التوازن القديم ديالها، وما كتفكرش نهائيا أنها تطور من نفسها أو تشوف الملف بواحد الشوفة أخرى. فهاد التطورات الأخيرة راه كتأكد أن المنطقة مقبلة على واحد المرحلة جديدة، وكل قرار سياسي غادي تكون عنده انعكاسات كبيرة. فهاد الشيء اللي كاين الأصدقاء في الفيديو اليوم. إلا عجبكم التحليل ما تنساوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وتخليوا لي الرأي ديالكم في التعليقات وتجاوبوني واش فعلا المنطقة داخلة على تغيير جذري أو لا مازال الصراع غادي يطول. فهاد الشيء اللي كاين الأصدقاء، نتلاقاو في فيديو جديد وتحليل جديد، وديما مغرب.